السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنخدم معكم فيه هذا الموديل. المهم انا ما خدمتش بياسه كامله، خدمت غير واحد الطرف هنا باش نوريكم الطريقه. طلباتو مني واحد البنت وقلت نصور لكم بالزربه، وصراحه طلع زوين. وهذا الموديل هذا كيتخدم بالطرز رباطي، كيجي بحال بديل ديال الراندا. البنات اللي ما كيقدروش يخدموا الراندا ولا ما كيعرفوا لهاش ولا بغاو دغيا يطلعوا بياسه بحال هكا، تقدروا تخدموها، كتجي زوينه. انا غادي نخدم به ان شاء الله جلابه وغنبارطاجيها معكم ونصور لكم الطريقه ديال الطوق كامل. المهم هاد الطوق تقدروا ديروا فيه ما بين 37 حتى ل 40 سنتيم. دابا خدمت غير هاد الطرف باش نوريكم الطريقه هكا بالزربه. وهاد الخدمه البنات وهاد الطريقه ديال الخدمه بالضبط راه سهله، اسهل الغرزه، اسهل الرشمه ممكن يخدموها المبتدئات اللي باغيين يتعلموا الطرز ديال الخطفه. اول حاجه بالنسبه للرشمه راه غادي نحطها لكم في التيك توك. اي رشمه بغيتوها دوزو عندي التيك توك وصيفطوها لي، صيفطوا لي الطرزه وانا غنصيفط لكم الرشمه. واصلا انا كنحط فيه كاع الرشمات اللي كنخدمهم. المهم بالنسبه لهاد الرشمه باش تخرج لكم الخدمه زوينه، الاساس هي الرشمه. من الاحسن ترشموها في ورقه فيها لي كارو، كتجي سهله للرشيم. هذه اول حاجه. ثاني حاجه فاش تبغيو ترشموها على الثوب، رشموها بالمسطره، ضروري يكون الرشيم مقاد، يكون مطراسي مزيان، هكا كتجي زوينه. حيت اي عويجاج فيها ما غاديش تجي متقونه، سورتو في الجناب ديال الطرزه. المهم انا هنا خدمتها بجوج لوان وزدت عليها، غادي نزيد عليها واحد الطراساج في السقلي. هذاك الطراساج غادي يفيني داك الفراغ اللي غادي يكون ما بين جوج الالوان. نتوما تقدروا تخدموها باللوان اللي بغيتو، وتقدروا تصغروا هاد الطروفه اللي درتهم انا بكل لون بوحدو. نتوما تقدروا تصغروهم، تقدروا تلعبوا في الالوان كما بغيتو. انا درت غير جوج لوان باش نساليها دغيا، وزدت عليهم السقلي. اما بالنسبه للطريقه كما كتشوفوا انا خدمت غرزه وحده اللي هي الغرزه ديال الخطفه، ساهله وكتجي زوينه زوينه زوينه. باش خدمت الغرزه ديال الخطفه خدمت العراض، ما عرضتوش كامل، ما خدمتش كاع العراض ديالي، غير عرضته شويه وصافي. باش ما تجينيش الخدمه مكمشه. وثاني حاجه باش ما تجيكمش الخدمه مكمشه، ضروري يكون الخيط شويه مرخوف على العاده. الطرز اللي كنطرزو ديما ترخفوا عليه شويه الخيط، كنقصد الطونسيون ديال الخيط باش ما تجيش الخدمه مكمشم. حيت الطرز فاش كنبقاو نعاودو واحد فوق واحد واحد فوق واحد، خصوصا الخطفه كيجي بحال كتجمع الثوب وكيتكمش شويه. بما اننا غادي نديرو كامل الطوق طويل، فمن الاحسن يكون الخيط مرخوف. كندير الطراساج ديال داك الجزء اللي غادي نطرزو، كنطراسيه عفوا كنطراسيه بالطرز عادي، غرزه عاديه، وتكون في اتجاه واحد. خاص الرشمه كلها تكون في اتجاه واحد، ما تعوجوهاش وما تقلبوش الاتجاه ديال الرشمه، سيروا في اتجاه واحد باش تجي متقونه وكتجي زوينه بزاف. كنمشي في اتجاه واحد وكنطراسي بحال هكا كما. المهم الفيديو راه كيشرح راسو. كنبقى كنطراسي، من بعد كنبقى نعمر لداخل. الا كتشوفوا التعمر اللي كندير، كنمشي وكنجي، وفي كل مشيه ومجيه كندوز نص على الطرز اللي سبقته، فهمتوني؟ كنشد فيه النص باش يجي عامر وما كيبقاش داك الفراغ في الرشمه. قلت لكم البنات انا ان شاء الله غادي نخدمها جلابه باش نوريكم، نخدم معكم الطوق كامل في فيديو اخر ان شاء الله باش نوريكم. صراحه هنا راه سهله، اي وحده تقدر تخدمها، ولكن في الفتحه ديال الطوق كما كتعرفوا الراندا فاش كنخدموا هذا النوع ديال الراندا كتكون كنصايب واحد الفتحه في الطوق عند العنق. هذيك الفتحه فاش كنخدموها بهذه الطريقه ديال الطرز عندها طريقه خاصه غادي نصورها لكم ان شاء الله. المهم بالنسبه للمبتدئات يقدروا يتبعوا هذا الفيديو ويجربوه ويطبقوه، يتعلموا هذه الغرزه ديال الخطفه. صراحه اللي مبتدئه وباغا تتعلم ليها الا خدمت هاد الرشمه
انا وسالتها انا متاكده غادي تكون كتقنها، حيت هي اصلا سهله وفيها غير المعاوده، خاص غير تحكمي في العرض. هنا البنات فاش بدلت اللون كما كتشوف راني درت هذا اللون، هذا الفيغ باستيل. فاش كنخدم هذاك الجزء اللي بغيتو بداك اللون، الا شفتوه في الطراساج اللي درت، غادي نزوم لكم باش تبان لكم الخدمه مزيان. في داك الطراساج اللي درت ما طلعتش الطرز الخضر على داك الطرز الماغون اللي درت في الاول، ما خاصش يطلع طرز فوق طرز، باش كتبقى متقونه وكيبقى داك الطراساج مقاد باين كما رسمناه في الاول. خدموا ولكن خليو واحد الفراغ خفيف خفيف خفيف، غير القياس اللي ما يتلاصقوش جوج لوان مع بعضياتهم. من بعد هذاك الفراغ اللي غادي يبقى بيناتهم غادي ندير فيه السقلي، وغادي يعطيه واحد اللمسه زوينه، وفي نفس الوقت غادي يحيد داك الديفو ديال داك الفراغ اللي غادي يكون ما بيناتهم. اللون الزرق حتى هو كما كتشوفوا طراسيت طز عادي، ومن بعد غادي نعمرو بنفس الطريقه اللي خدمت بها اللون الماغو. غادي نخليكم البنات مع الكماله ديال الطرز، ونرجع معكم فاش غنخدم هذاك الطراساج ديال السقلي. هانتوما البنات شوفوا كيفاش جات. انا دابا مازال ما درت لها السقلي، بغيت غير نوريكم تشوفوا النتيجه كيفاش جات. كيجي الطرز مسرح وزوين، كتجي الغرزه زوينه ومتقونه. كما قلت لكم ضروري يكون الطراساج مقاد باش تجيكم الطرزه مقاده، اما الغرزه راها سهله. المهم الرشمه تكون مقاده وتمشيو في اتجاه واحد، ما تبدلوش نهائيا الاتجاه، وما ترزوهاش بالعرض، ترزوها بالطول كما درت لها انا. دابا انا هنايا درت السقلي، ما غاديش نخدم شي غرزه في داك الطراساج ديال السقلي. انا هنا كنمشي غير بشويه، راني دايره العراض هنا، راني مخدمه العراض. من الاحسن ديروا العراض شويه عريض، هنا راه ما كيبانش ليكم ولكن انا راني معرضاه. فاش كديروا العراض رقيق كيكون الخط بحال كيعواج، ولكن فاش كتعرضوه كيجي داك الخط ساهل تخدموه مقاد نيشان. من الاحسن تعرضوا العراض في هاد الطراساج ديال السقلي اللي بحال اللي كندير دابا. عرضت العراض وكنمشي في الاتجاه ديال الخط اللي بغيت نطرزو. غادي ندور داك الطراساج ديال السقلي كامل على الرشمه، ما بين الالوان وعلى براد الرشمه. وهانتوما الطريقه كيفاش النتيجه زعما كيفاش كيجي في التالي، كيجي زوين. راه الكاميرا ما عطياش حقه الصراحه، ولكن الا خدمتو الطوق كامل راه كيجي زوين زوين زوين. نتوما تقدروا تبدلوا في الشكل وتشكلوا هذوك الاجزاء اللي فيها الداخل، تشكلوهم كما بغيتوا. تقدروا تزيدوا اللوان، انا متاكده الا كانت باللوان لوينات بزاف وزوينين 3 ولا 4 ديال اللوان غادي تجي زوينه وتجي احسن من هكا. صافي هنا غادي نسالي معكم هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم ويكون الشرح واضح. هي الطرزه راه سهله ماشي صعيبه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم، وصيفطوا لي حتى التطبيقات ديالكم في التيك توك. بسلام عليكم.